بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ليست قصة ترف زائل، بل قصة قلب اختار الحقيقة. قصة شاب في مكة كان يستطيع أن يعيش كما يعيش الناس، لكن الله أراد له أن يكون علامة في طريق الدعوة. سنتتبع معا رحلة سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه، من نعيم واسع إلى صبر شديد، ثم إلى أثر بقي في مدينة كاملة. وأثناء السرد تذكر أن أعظم التحولات لا تبدأ بضجيج، بل تبدأ بقرار صادق داخل القلب. فلنبدأ من مكة، من حيث كانت الدنيا تبتسم لمصعب قبل أن يبتسم هو لله. المشهد واحد. البداية قد تأتي من قلب النعمة. في مكة كان هناك شاب يعرفه الناس من طيب ثوبه وحسن هيئته ورائحة عطره قبل أن يروه. مصعب بن عمير نشأ في بيت نعمة واسعة تفتح له أبواب الراحة قبل أن يطرقها. لكن القلوب لا تقاس بما تملك، بل بما تختار. وفي لحظة ما سيسمع مصعب كلاما يبدل معيار الحياة كله. المشهد الثاني. كلمة حق واحدة كسرت قيد الرفاه. في دار الأرقم كانت الكلمات تقال همسا، لكن أثرها كان يهز صخر مكة. دخل مصعب سرا، يجلس قريبا وقلبه يسبق خطواته. سمع القرآن لا كصوت جميل فقط، بل كنداء يضع الإنسان أمام الحقيقة، أن الله واحد، وأن الطريق إليه أثمن من كل زينة. ومن تلك الساعة بدأ السر الذي سيصير نورا. المشهد الثالث. الابتلاء كشف ثبات القلب. لم يطل الأمر حتى وصل الخبر إلى البيت، وإذا بالنعمة تتحول إلى امتحان، والراحة إلى ضيق. حبس مصعب ومنع عنه ما تعود، وصار يهدد بأن يعود. لكن الإيمان الذي دخل القلب لا يخرج بالضغط. كان صبره رسالة صامتة، أن الثبات لا يحتاج ضجيجا، يكفي أن يستمر. المشهد 4. الترف يرحل والكرامة تبقى. مرت الأيام وتبدلت الثياب. ترك مصعب ما كان يلبس، لا لأنه كره النعمة، بل لأنه أحب الله أكثر. هناك فرق كبير بين من يترك الشيء عجزا ومن يتركه اختيارا. اختار أن يكون خفيفا من الدنيا ثقيلا عند الله، فخرج من دائرة الترف إلى سعة المعنى. المشهد 5. السفارة الأولى كانت خلقا قبل أن تكون كلاما. ثم جاءت مهمة عظيمة، في ظاهرها سفر وفي حقيقتها صناعة مستقبل. بعد بيعة العقبة الأولى أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى يثرب. لم يحمل سلاحا، حمل قرآنا وحمل خلقا يطمئن القلوب. كان يعلم أن الناس لا يسمعون الكلمات وحدها، بل يرون صاحبها. وهكذا دخل يثرب ليكون أول سفير للإسلام وأول معلم يهيئ المدينة للهجرة. المشهد 6. القرآن فتح أبواب البيوت قبل أبواب المدينة. نزل مصعب عند أسعد بن زرارة، وبدأت الدائرة تكبر. مجلس بسيط، لكنه كان مدرسة كاملة. يقرأ القرآن فيهدأ السامع وتلين القلوب، ويصبح البيت نفسه طريقا إلى الله. وكانوا يلقبونه المقرئ. سنة تقريبا وهو يبني جيلا يفهم لا فقط يحفظ، ويؤمن لا فقط يتأثر. المشهد 7. الحكمة تطفئ غضب السيوف. وفي يوم جاءته مواجهة صعبة. رجال غاضبون أرسلوا ليوقفوا الدعوة، والسلاح معهم حاضر. لكن مصعبا لم يقابل الغضب بالغضب. قال بهدوء واضح: اجلس واسمع.
ثم تلا القرآن. وهنا يحدث ما لا تصنعه القوة، يصير الغضب إنصاتا، ويصير الإنصات هداية. المشهد 8. بإسلام قائد أسلم حي كامل. لم تكن الهداية فردا واحدا فقط. حين أسلم رجل من القادة تحركت معه البيوت. وهكذا انتشر الإسلام في يثرب انتشار النور إذا دخل غرفة مظلمة. صار الناس يسألون ويتعلمون ويصلون. وبتلك الحكمة والصبر أصبحت المدينة مهيئة لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم، لا بالسلاح بل باليقين. المشهد 9. يوم أحد. الراية مسؤولية عمر كامل. ثم جاءت أحد، يوم اختبار من نوع آخر. في ساحة المعركة لا يكفي أن تؤمن، بل يلزم أن تثبت. حمل مصعب اللواء، واللواء ليس قماشا يرفع، بل معنى يحفظ. وجود الراية يعني بقاء الصف متماسكا، وبقاء الأمل حاضرا. وكان مصعب يعرف إذا سقطت الراية في القلوب تفرق كل شيء. المشهد 10. اليدان تسقطان والراية لا تسقط. اشتدت اللحظة واشتد القتال. قطعت يمينه فأمسك اللواء بيساره، ثم قطعت يساره فضم اللواء إلى صدره. كان جسده يرهق، لكن قلبه كان ثابتا. وفي تلك الدقائق القاسية تذكر المؤمنون معنى الآية: وما محمد إلا رسول. الرسالة باقية ولو غاب الحامل. المشهد 11. بساطة الكفن كشفت عظمة الحياة. وانتهت المعركة وبقيت العبرة. لم يترك مصعب عند استشهاده إلا نمرة قصيرة. إن غطوا بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطوا رجليه بدا رأسه. فأمر أن يغطى رأسه ويجعل الإذخر على رجليه. لحظة تقرأ الدنيا كلها في سطر. هذا الذي ترك الرفاه بإرادته صار غناه في صدقه. المشهد 11. الرسالة التي تركها لنا مصعب. قصة مصعب ليست حكاية زمن مضى، بل درس يعبر إلى اليوم. الإيمان حين يصدق يغير صاحبه ثم يغير من حوله. اللين والحكمة قد يفتحان قلبا لم تفتحه قوة، والثبات قد يكتب سيرة أطول من العمر. رحم الله مصعب بن عمير، وجعلنا من الذين يتعلمون من سيرته أن الطريق إلى الله يبدأ بخطوة صادقة ثم يستمر. وقبل أن ننهي، اسأل نفسك سؤالا بسيطا: ما الشيء الذي تتمسك به اليوم؟ ولو تركته لله لفتح لك بابا أعظم. سيدنا مصعب رضي الله عنه لم يكن يبحث عن ألم ولا حرمان، كان يبحث عن رضا الله. وحين يصدق الإنسان في طلبه يهون عليه كل ما سواه. تعلمنا من مصعب أن الدعوة ليست كلمات فقط، بل خلق وصبر وحكمة، وأن الثبات في اللحظة الصعبة قد يرفع راية في قلوب الناس حتى لو لم تروك. اللهم ارضى عن مصعب بن عمير، واجعل لنا نصيبا من صدقه وثباته. وإذا أعجبتك هذه القصة المصورة فتابع القناة ليصلك المزيد من قصص السيرة بأسلوب هادئ يقرب المعنى إلى القلب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.